السلام عليكم حبايبي. تعالوا النهاردة بقى هنعمل مع بعض نوع من أنواع الكفتة المدلعة شوية. هنعملها برضو على البوتاجاز من فوق بطريقة سهلة، وفي نص ساعة هتكون جاهزة. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. أول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ويكون فيها نسبة دسم 20%. اللحمة معاكي حمرة يبقى هتنزلي بمعلقتين من الدهن المفروم أو معلقتين من السمنة، عليهم شوية بقدونس وبصلتين مفرومين ناعم متصفيين كويس جدا من المية، مش عايزة يكون في البصل أي سوائل. هنزل عليهم ب3 معالق كبار من البقسماط، وهنزل بعد كده بالتوابل اللي أنا محتاجاها واللي أنا بحب أكلها في الكفتة. نزلت بمعلقة ونص من الملح، عليها معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، عليها معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة كبيرة أو معلقتين من البابريكا عشان تديلي لون حلو كده للكفتة بتاعتي. بعد كده همسك أخلط كل المكونات دي كويس جدا، وأهم حاجة في أي نوع كفتة هو الخلط الجيد علشان الكفتة ما تفكش منك. خلطتها حلو جدا لحد ما تجانست كلها مع بعض، وبعد كده هغطيها واسيبها في التلاجة لمدة نص ساعة. في الفترة دي بقى هنجهز خلطة حلوة جدا هتعجبكم، وهنشوف هنعمل بيها ايه وهنحتاجها في ايه. هجيب الكبة، هنزل فيها كده بشوية من البصل، انا مقطعاه كده طرنشات، على شوية من الفلفل الالوان، ما عندكيش الوان لو في اخضر بس برضه هيبقى كويس. هنزل عليهم ب5 6 فصوص من الثوم. بعد كده هنزل بالتوابل، الملح والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة، وكمان معلقة أو معلقتين كبار من الخل. بعد كده هنزل بشوية طماطم متقطعين مكعبات، وهخلط كل الجمال ده مع بعضه حلو قوي. اطحني حلو قوي في الكبة، يعني عايزاهم مفرومين ناعم جدا زي ما انتوا شايفين. هفرمهم حلو قوي، وبعد ما افرمهم كويس جدا هنزل عليهم بشوية بقدونس، وبعد كده هخلط تاني حلو جدا لحد البقدونس ده ما يتفرم ويتخلط معايا كويس مع المكونات. اصبحت الخلطة بتاعتي كده جاهزة، وهنشوف هنعمل معاها ايه. والخلطة دي يا جماعة ممكن تتحط على اي نوع مشويات انتوا حابينه على البوتاجاز، تتبيلة سمك بتبقى روعة. كده معانا الكفتة بتاعتي طلعتها من التلاجة وهبدأ في تشكيلها. طبعا الحاجة اللي انتي متعودة تشكلي عليها هتجيبيها وهتبدأي تشكلي الكفتة كده زي ما احنا شايفين صوابع. هتلاقي الكفتة متماسكة معاكي وسهلة جدا في التشكيل. هخلص الكمية كلها وارصها على صينية جنبي زي ما احنا شايفين بنفس الحجم ده. خلاص كده عملت الكمية كلها جنبي، وبدأت بقى اشتغل فيها ونشوف هنعمل فيها ايه. جبت انا هنا طاستين على النار، وبدأت حطيت في كل واحدة فيهم معلقة صغيرة من الزبدة على شوية زيت. واول ما بدأوا يسخنوا بدأت انزل بالكفتة كده بالراحة. طبعا النار هنا متوسطة، انا مش عايزاها عالية خالص ولا عايزاها واطية علشان ما تنزلش السوائل اللي في الكفتة. اول ما الكفته تبدا تلون من تحت هبدا اقلبها واحده واحده كده بالراحه. ويا ريت التقليب بعد كده يكون ان انت تهزي الطاسه او الصينيه بالراحه خالص عشان الكفته ما تتهريش معاكي. بدأت أول ما خدت لون نزلت هنا بترنشات البصل زي ما احنا شايفين. طبعا كمية الخضار بقى هترجع لك انتي. شوية فلفل ألوان كده، لو فلفل أخضر حلو برضو. بعد كده هسيبهم يتبالوا شوية، يعني مجرد ان الخضار بدأ يدبل معايا. طبعا ما حركش بقى الكفتة كتير، هنزل بآخر حاجة وهي الطماطم. طماطم انا هنا مقطعاها مكعبات صغيرة نزلت بيها، والطماطم طبعا نزلت الصوص وبدأت تسوي الكفتة. في المرحلة دي هنزل بمعلقة كبيرة هنا من التتبيلة ومعلقة هنا. سيبيها لمدة 10 دقايق، عايزة اقولك الريحة كانت روعة. اخر السوا بقى انزلي بالصويا صوص وشوفي الجمال، اطفي عليها وابدأي قدميها. عايزه اقول لكم ان الريحه كانت روعه. يلا بقى هاتي سندوتشاتك وابدأي اعمليها. عايزه اقولك انها تتاكل باي طريقه. الخضار المشوي ده طعمه روعه، التتبيله اللي احنا عملناها فتحت ريحتها جدا وادتها طعم مميز. عايزه تاكليها مع مكرونه كليها، عايزه تاكليها بالعيش كليها.
انا عايزه اقول لكم ان انتوا لو عملتوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا وهتعتمدوها. حبايبي جربوا الطريقه دي في عمل كباب مشوي باللحمه على البوتاجاز من فوق بالخضار الروعه المشوي ده، هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.